ارضى بعيشتك عشان ربنا يرضى عنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. النهاردة موضوعنا يا جماعة عن الرضا، وعن ليه كل واحد مش راضي بعيشته، ليه كل واحد باصص في حياة التاني وفي عيشته. يعني بصوا، انا بتكلم كتير جدا في موضوع الرضا ده، لاني والله العظيم لو كل واحد شاف بلاوي الناس في بيوتها ايه، هيحمد ربنا على اللي عنده. كان في مرة شيخ في خطبة الجمعة، كل الناس عمال تشتكي: انا يا شيخ مدجون، انا يا شيخ مراتي على وش ولادها ومعيش فلوس، انا يا شيخ الدنيا سودا في وشي، انا يا شيخ ما عنديش شغل، انا هعمل عملية، انا هعمل كذا، انا هعمل كذا. الشيخ كان بيتكلم عن الرضا، فقال لهم: انا هعمل معاكم حاجة كويسة جدا، كل واحد يكتب المشكلة اللي عنده ويحطها في الطبق ده، وهنشوف مين مشاكله اكتر من التاني، ومين حامد ربنا ومين مش حامد ربنا، ومين يقدر يتحمل مشكلة التاني، ومين هيقول الحمد لله على مشاكلي. بالفعل عملوا كده، وكل واحد كتب مشكلته اكتر حاجة مضايقاه وحطها في الطبق اللي مع الشيخ. وبعد كده لما الشيخ جه ومسك الطبق وبيقول كل واحد مسك ورقة يرضى بيها، واللي شايف الدنيا مأزمة معاه قوي يبعت مشكلته للي جنبه. كل واحد مسك ورقة: لا 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 انا ما اقدرش اتحمل ده، لا 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 انا ما اقدرش اتحمل ده، الحمد لله على اللي انا فيه، الحمد لله على اللي عندي، لا 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 دي ايه ده صاحب المشكلة ده الله يكون في عونه. الشيخ قال لهم: ده بالظبط اللي انتوا كنتوا بتتكلموا فيه من شوية، اللي انت مش قادر تتحمل مشكلتك، اللي انت شايف ان انت عندك اكبر مشكلة في العالم، وما مسكت مشكلة غيرك ما قدرتش تتحملها. يبقى يا جماعة اللي نستفيده من الكلام دوت ايه؟ ان احنا نقول الحمد لله على قد ما ربنا يعني بيدينا البلوى، على قد ما بيدينا الصبر، واللي هو هيقدر ان احنا نحلها، وهو بيدينا على قد ما نقدر نتحمل. ربنا حنين قوي علينا، وعارف مقدرة واستطاعة كل واحد يقدر يتحمل ايه. فارضى باللي ربنا مديهولك واحمد ربنا عليه، عشان والله العظيم لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. لو علمت ربنا يعني بيشيل عنك ايه وبياخد، بص يعني ربنا يعافينا. اي حد بيحصل له مشكلة ممكن ما يرضاش، او ممكن يقول ليش كده واشمعنى انا، لا انت قول الحمد لله، عشان انت مش عارف بدل المشكلة ديت كان ممكن يحصل لك ايه. فربنا بيبعد عنك حاجات كتير جدا ويديك مشكلة صغيرة او انت بتشوفها كبيرة او بس انت مش عارف دي كده يعني اصغر حاجة، فاحمد ربنا عليها. والناس اللي مش راضية بعيشتها وبتبص لعيشة التاني، وبتبص ده بص عنده عربية، ده بص ده جايب شقة، انت ما تعرفش حاجة، والله العظيم ما تعرف حاجة. ما تعرفش العربية ديت هو جايبها بعد قد ايه. يبقى انت مش عارف هو بيجيبها ازاي، ولا بيجيبها منين، ولا شغال عليها ولا عليها اقساط. ده حتى اللي بيجيب توك توك دلوقتي بيحسدوا عليه، والله العظيم بيبقى بالقسط وطالع عينه، بيفضل يا عيني يروح مشاوير هنا وهنا عشان يكمل القسط ويكفي، حتى اكل وشرب ما بيكفيش. فيا ريت والله العظيم يا جماعة كل واحد يرضى بعيشته ويبص في يعني في لقمة عيشه وملهوش دعوة بحد. انا بشوف يا جماعة والله العظيم الناس بتحسب للناس شغلهم، يعني مثلا النهارده عمل ب 200 جنيه، ده كده في الشهر هيبقى مش عارفه بكام، وعمل النهارده ب 150 يبقى الشهر في الشهر بكذا، في الاسبوع بكذا. لا حول ولا قوه الا بالله. انا عمري ما شفت حد بيحسب لحد رزقه. يعني ربنا سبحانه وتعالى موزع الارزاق ومديك ال 24 ايراد بتوعك، ما تبصش لعيشه حد. حتى يا جماعه اللي ربنا ما رزقهوش مثلا بالانجاب، يعني ما تبصش لحد هو عنده عيل ممكن يكون مريض وشقيان عليه وطالع عينه وفيه، انت ما تقدرش تعمل كده. فربنا مثلا منع عنك حاجة انت ما تقدرش تتحملها. فربنا ما بيعملش اي حاجة وحشة في حد. اي حاجة بتشوفها
في ايد حد وبتتمناها لك ما تحسدهوش، عشان زوال النعمه دوت يا جماعه وحش قوي. لما انت بتحسده عليها النعمه دي هتزول من عنده. انت لو عايز تتمناها ولا عايز زيها قول ربنا يبارك له فيها بسم الله ما شاء الله، يا رب ارزقني وزيده. يعني لما ربنا يزيده مش هينقص من عندك حاجه. لازم يا جماعه يكون دايما الثقافه ديت عندنا، يعني ما نبصش لحد ونرضى بعيشتنا ونرضى باللي عندنا، وما نبصش ده جاب ايه وانا ما جبتش ليه، لا، وما نبصش ده جال وانا ما جاليش، انا راضي انا مش راضي وهو راضي، لا. نرضى يا جماعه باللي قسم لنا بيه ربنا عليه، عشان ربنا يبارك لنا فيه، يبقى رزقنا حلال. لكن طول ما انت بتبص لعيشه التاني عمر ابدا ربنا ما هيبارك لك في عيشتك. صدقوني الرضا ده كنز لا يفنى. رضيت وحمدت ربنا هيزيدك، عشان من حمده زاده. هيزيدك من حيث لا تحتسب وهيرزقك الخير كله. بس اهم حاجه ان انت ترضى بعيشتك وبحياتك بكل ما فيها. وما تعرفوش البيبان مخبيه ايه. والله العظيم كل باب شقه مقفول على صاحبها وراه بلاوي زرقاء محد يعرفها غيره هو وربنا سبحانه وتعالى. وزي ما ربنا اداله كل البلاوي ديت وكل المشاكل والصعوبات دي، قادر في لحظه كن فيكون يحلها له، عشان هو رضي وهيحلها له. وبعد العسر يسر، ان مع العسر يسر، ان مع العسر يسر 3 مرات، ان مع العسر يسر. يعني ربنا خلاص هيفك كربه من هنا، وتشوفوا اليسر اللي عنده وتشوفوا كل حاجه حلوه، عشان هو رضي وامن بالله وقال الحمد لله يا رب على اللي انت رزقتني بيه، راضي يا رب. فنحمد ربنا ونرضى، وإن شاء الله ربنا يرزقنا جميعا يا رب من حيث لا نحتسب. استودعتكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.